ودلوقتي معانا فيديو جديد هنشرح فيه ازاي نعمل لمبة الاختبار اللي انا كنت بقول لكم عليها في فيديو تصليح الكتل. لمبة الاختبار دي اللي هي اسمها السيريا، دي هتفيدكم في حاجات كتير. يعني لو انت بتصين كتل، بتصين اي حاجة، بتجرب جهاز، دي هتفيدك في ان انت تكشف على الجهاز زي الافوميتر. طيب هنعمل لمبة الاختبار دي ازاي؟ هنحتاج لمبة عادية زي دي اللي هي اللمبة الازاز القديمة عشان تقدر تجرب معانا الأجهزة كويس. بلاش لمبة ليد، يعني هي بتفضل تبقى لمبة زي دي. وهنحتاج دواية، وهنحتاج فيشة بسلك، مش لازم كابل باور، فيشة بسلك عادية وحتة سلك، أو إحنا فيشة بسلك يبقى معانا السلك. طيب هنعمل الحاجة دي إزاي؟ هنبدأ أول حاجة هنمسك الفيشة اللي بسلك، هيطلع لنا منها سلكتين. يعني هي الفيشة سلكتين، هيطلع منها سلكتين. طبعا بس قبل أي حاجة، فيديو كاتل أنا شايف إن هو ناس كتير اتفرجت عليه، والمفروض ان هو يعني طالما عليه اقبال كبير الاقي الناس عامله لي لايك على الفيديو، لان الفيديو المفروض عجبهم. بس مفيش كده، يعني اللايك مش كتير، فدي حاجه ما بتحمسنيش ان انا اعمل فيديوهات. فيا ريت زي ما بفيدكم تفيدوني وتعملوا لي لايك على الفيديو، ولو عجبتك القناه تشترك وتفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات. طيب نكمل شرح. معانا السن ده على الجنب ده، السن ده على الجنب ده، يعني دي فيشه بسلك عاديه يطلع منها سلكتين. السلكتين دول هنعمل بيهم ايه؟ ومعانا سلكتين لمبه هنعمل بيهم ايه؟ هناخد سلكة من اللمبة مع سلكة من الايه؟ من الفيشة ام سلك، ونلحمهم. اعتبر دي مش موجودة، اعتبر دول سلكتين ونلحمهم. طيب هيتبقى معانا السلكة دي، هنجيب بقى سلكة عادية او السلكة دي اللي هي التانية العادية، هنركب فيها سلكة عادية او نسيبها زي ما هي، بس هركب سلكة عشان مش هطولها. هيتبقى معانا ايه؟ السلكتين دول، سلكة من اللمبة وسلكة من الفيشة اللي ام سلك. يعني احنا فيشة ام سلك طالع منها سلكين، خدنا سلكة منهم على الدواية وسلكة تانية اتبقت لنا، واتبقى لنا سلك الدواية التاني. طيب كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا كأننا عملنا لمبة عادية بكوبس بزرار يعني. طيب هنكشف بيها ازاي، او هنعرف منها ازاي ان الحاجة سليمة ولا لأ؟ اول حاجة هنجيب الفيشة ونركبها هنا. هنركبها ايه؟ لا، قبل ما نركبها هنركب اللمبة طبعا. زي ما انتم شايفين ركبنا اللمبة كده. طيب هنجيب الفيشة ونركبها هنا. زي ما انتم شايفين اللمبة مش هتنور لان دي لمبة اختبار. طيب اهم حاجة الموضوع ده ما يعملوش اي اطفال، لازم يبقى تحت اشراف الكبار، او الكبار بس اللي يستخدموه، لان ده خطر. يعني هو مش خطر بس لازم يستعمل بطريقة صح. عندنا هنا السلكتين، طبعا اوعى تلمس السلكة عشان دي كهرباء، واوعى تلمس السلكة التانية عشان دي كهرباء. طيب هنجرب ازاي؟ لو الجهاز سليم، يعني قفل لنا الدايرة، هتنور معانا اللمبة. يعني الجهاز هيعمل كده زي ما انتم شايفين اللمبة نورت. بص اول ما بقفل اللمبة بتنور، بس نخلي بالنا عشان لو جبنا مفك تيست كده وجينا نقيس هنلاقي في كهرباء هنا. فايه؟ في كهرباء في السلك. يعني دي نفس فكرة الافوميتر بس دي اخطر. الافوميتر لو لمسته ما تتكهربش، هنا لو لمست دي هتتكهرب لان دي كهرباء جايه من الفيشه على طول. تمام اهو، بص زي ما انت شايف بينور معانا. طيب عايزين نجرب الكاتل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ونتاكد ان هو سليم. هنعمل ايه؟ هنجيب الكاتل بالشكل ده. تمام اهو، انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. زي ما انتوا شايفين الكاتل اهو، هنشغل الزرار. طيب اول ما هنلمس السلكه هنا وهنا، الكاتل المفروض يشتغل وقرا معانا على الافو، هيقرا على دي ودي تنور. فده اللي ايه نختبر بيه زي ما احنا قلنا. طبعا انتوا فاكرين ايه هعمل ايه؟ احط السلكه وادوس عليها؟ اكيد لا، يعني لان انا قلت لكم دي كهرباء كهرباء كهرباء. هجيب هنا سلكه على فرده من الفيشه، والسلكه التانيه على الفرده التانيه. زي ما انتم شايفين نورت. طب نتاكد منين ان هي شغاله اصلا ومش بتنور وخلاص؟ لو انا طفيت الزرار كده زي ما انتم شايفين، وجيت لمست سلكه ولمست التانيه، عمرها ما هتشتغل. لازم اشغل كده، هتروح عامله ايه؟ هتروح منوره معايا. طيب كده احنا قدرنا نفحص بيها الكاتل زي ما انا قلت لكم. طب ايه بقى؟ ممكن نعيد فكره الفحص بقى. لما انا قلت لكم زي ما انتم شايفين هنا السنون، لو انا جبت سلكه لمستها على الفيشه زي ما انتم شايفين، والسلكه التانيه على الريشه اللي هنا اهي،
نورت، يبقى الفردة اللي في الفيشة دي سليمة والريشة دي سليمة. لو جبت الفردة التانية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ثانية واحدة، لو جبت السلكة التانية بالشكل ده ولمستها على الريشة التانية بالشكل ده نورت. يبقى كده احنا ايه استنتجنا ايه بقى من اللي احنا شرحناه الفيديو اللي فات؟ ان القاعدة كده سليمة، الريشتين والسنين طلعوا لنا كهرباء، يبقى القاعدة سليمة. كده بقى نبدأ نفحص زي ما انا شرحت في نفس الفيديو بالظبط على الكاتل. طيب عايزين نجرب بيها لمبة ليد مثلا او اي جهاز. هنجيب اللمبة الليد بالشكل ده كده ونبدأ هنلمس فردة ونلمس التانية بالشكل ده. اللمبة الليد نورت، يعني احنا عندنا اوبشنين، يا الجهاز هو اللي هيشتغل للمبة دي. هتقول لي ليه الليد اللي نورت وما نورتش دي زي الكاتل؟ اللمبة دي لو بصينا هنا هتلاقوها 9 واط، يعني خفيفة قوي. اللمبة دي تقريبا 100 واط ولا 60 واط مش عارف بالظبط. فالخفيف هو اللي بيشتغل، فالكاتل عشان تقيل فدي اللي اشتغلت. الكهرباء بتشوف انهي جهاز خفيف تخليه هو اللي يشتغل. فزي ما انتم شايفين قدرنا كمان نجرب اللمبة. فدي كده نفس فكرة الافوميتر بالظبط. هتركبوا اي حاجة تكشفوا عليها كده هون تعرفكم سليمة ولا لا. يعني مثلا انا معايا كابل باور، جديد لسه مشتريه، كنت مشتريه مستعمل يعني من ايه، من سوق التلات. انا عايز اتاكد سليم ولا لا، ما احطوش في الفيشه يضرب معايا او كده، لا نجربه. طيب هتقولي نجربه ازاي نتاكد ان ما فيهوش قفله؟ طيب اول حاجه احنا هنحاكي ان احنا حطيناه في الفيشه. اما نحط في الفيشه هنوصل السكتين دول، لو نوروا يبقى عامل قفل، ما نوروش يبقى مش عامل قفل. طيب نبدا بقى نجربه سليم ولا لا زي الكاتل بالظبط. هنجيب هنا سلكه جوه وسلكه على سن من السنون نور، السن التاني مش هينور، السن التاني هينور مع الفردة التانية. اول ما اركب الفردة التانية بالشكل ده واركب كده نور، يبقى كده السنين واصلين، يبقى كابل الباور ده سليم. فكده احنا نكون عملنا السيريا واللي هي لمبة الاختبار زي ما الناس بتقول، هي بالشكل ده بكل بساطة. بس اهم حاجة خلي بالكوا السلكين دول اوعى تلمس سلك منهم عشان دول فيهم كهرباء. انت تجرب بيهم بس كده، تجرب بيهم بقى ايه، كاوية لحام، سشوار، كاتل، اي جهاز كهربائي، سلك، اي حاجة. ده كان شرح النهاردة، شرح بسيط وسلس زي ما احنا قلنا. فيشة بسلك، سلكة منها لللمبة والسلكة التانية اهي، والسلكة التانية من اللمبة اهي، وبس كده احنا عملنا لمبة الاختبار اللي هي السيريا بتبقى مع الفنيين اللي هم بتوع الصيانة. طبعا اللمبة دي هتفيد ناس كتير لو عايز تكشف عن اعطال اجهزه عندها وكده. وطبعا معاكم شرح الكاتل هسيبه لكم برده في اخر الفيديو لو عايزين تشوفوا ازاي تصلحوه. تنساش بقى لو الفيديو عجبك تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. سلام.